ورجعنا لكم. شايفين الضيوف اللي معايا؟ شايفين المطبخ عامل ازاي؟ كأننا في بيت زمان زي زمان، صح؟ بالظبط صح؟ بالظبط. اعرف بس الناس بضيوفي الاول. معايا ليلى فريد، معايا استاذه ليلى، هنا محمود، والاستاذ سليم فريد. دول هيعملوا معانا. ومعايا جاهزين. ومعايا الضيفه اللي بعتت لي الهديه، الاستاذه ميرام خميس. معانا كتاب كحك العيد ودار نشر عصفوره. انا عايزه اتكلم شويه على دار نشر عصفوره على بال ما الولاد يفتحوا الهديه اللي هي بعتها لنا ميرام. ممكن تفتحوا العلبه وشوفوا ايه اللي جواها وانا هتكلم شويه على الكتاب. دار نشر عصفوره ده دار نشر المفروض كلنا نكون فخورين بيها. دي اول دار نشر باللغه العاميه المصريه، واللغه العاميه يا لارا هنتكلم عليها واحنا بنشتغل دلوقتي. اغلب كلامنا معظمه لغه عاميه مش لغه عربيه. تعالي احنا بنشتغل بقى، نشتغل ان احنا هتبقى يلا بينا. المعجنه قادمه. ايوه، بصي شكل العجينه عامل ازاي؟ شكل العجينه خطيرة. اتظبط طبعا بعد ما سيبناها شويه كمان ترتاح. احنا ما بنسيبهاش كتير، يعني من 5 ل 10 دقايق بالظبط ترتاح. بالظبط، ترتاح شويه بالظبط. ونرجع نشتغل بيها تاني. وبصي الغريبه زي ما قلت لك خطيره. بصي جاهزه، خطيرة. هي خلاص جاهزه، اه هي خلاص جاهزه. انتوا جاهزين؟ اقعدوا لزقوا الحاجات دي وانا بقرا لكم ايه. شوفي بصي هنا ده ايه؟ ده السكر. السكر هنا، ودي مكونات الكحك، والسمنه هنا. وبعدين هحكي بقى للبنات الحلوين. يا ليلى عامله ايه؟ كويسه؟ فاكره يا ليلى كنا بنعمل الكحك ازاي؟ بنعمله امتى؟ خدي اتكلمي. كنا بنعملها قبل العيد او يوم العيد نفسها، وكنا بنقعد مع بعض على ترابيزه سفره ونعملها مع بعض. صح. صح. تعالوا بقى اقرا لكم القصه ولارا تبدا تشتغل بحيث نخلص القصه بسرعه قوي 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 ونكمل شغل لان ورانا شغل كتير. القصه بتاعتنا اسمها ايه؟ كحك العيد. اسمها ايه يا استاذ؟ كحك العيد. كان ليله العيد رحنا لتيتا عشان نعمل كحك العيد. تيتا اول ما شافت ابنها حفيدها قالت له ايه؟ يا حبيب تيتا، يا حبيب تيتا تعالى. وبعدين كان في راديو، والراديو كان شغال فيه اغنيه ايه؟ يا ليله العيد، يا ليله العيد. وبعدين تيتا بيقول لها يا تيتا، يا تيتا، وهو بيشدها من الفستان بتاعها. تعالي يا تيتا نعمل كحك العيد. قالت له يلا يا حبيبي بس نغسل ايدينا الاول. وطبعا الاساتذه غسلوا ايديهم. تحبوا تبداوا تشتغلوا في العجينه شويه؟ خدوا وانتوا بتعدوا عشان ما زهقكوش بقى، انتوا كبار. انتوا اعملوه بقى كور، اعملوا العجينه كور، طلعي لها كور صغيره متساويه. اهم حاجه دي الغريبه كوكونات، صح؟ شاطر. وانا هديكي حاجه حلوه، انتوا ترصوا على طول الغريبه. يلا وتفضلوا. اما ليلى عارفه بتعمل الغريبه ازاي، صح؟ تعمليها وتحطي كده بصباعك يبقى عندك ايه؟ زي حته كده نحط فيها اللوزه، صح؟ صح يا ليمو؟ صح. فهو قال لها ايه؟ يا تيتا، يا تيتا يلا نعمل كحك العيد. قالت له يلا يا حبيبي بس نغسل ايه؟ ايدينا الاول. وبعدين الاول غسلنا ايدينا بالميه والصابونه. رب دب 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 1 2 3 لغايه 5. وبعدين المطبخ كان عندنا كل المكونات. عندنا ايه؟ سمنه، خميره، لبن، دقيق، وسكر. يا تيتا ده مفيش سكر، الحقي مفيش سكر. قالت له ولا يهمك ولا يهمك. يا خبر هنعمل ايه؟ قال لها يا تيتا انا عندي فكره، تيجي نستلف من طنط ليلى. قالت له اه طنط ليلى اهي قدامنا، نطلع ناخد. بتطلعي سكر من جيبك يا طنط ليلى. راحوا عند طنط ليلى جارتهم واخدوا السكر، وهي انبسطت قوي وادتنا كل السكر اللي عندها. ورجعنا بقى عندنا طبق واحد حطينا فيه السكر والدقيق واللبن والخميره والسمنه. قلبنا كل حاجه في البوله، صح يا ليمو؟ وبعد كده لما نقلب في دواير. شايف ادهم مبهدل الدنيا ازاي حواليه؟ ينفع كده؟ ينفع نعمل الدقيق كده بالمنظر ده؟ ما ينفعش خالص.
تيتا بتضحك مبسوطه، ما هي تيتا ما بيفرقش معاها الكلام ده، صح؟ ما بيفرقش معاها الكلام ده، تعمل اللي هي عايزاه. يا تيتا ده شبه الصلصال بالظبط يا حبيبي، شبه الصلصال، وممكن نعمل منه اشكال كتيره. ودلوقتي تعمل اشكال، اعمل. وقالت له دلوقتي هندخل الكحك في الفرن وهنستنى الجرس يرن، والساعه عماله تعمل ايه؟ تك توك تك توك تك توك، لغايه لما الوقت عدى. خلصت خلاص. تعالى بقى، ريحه تحفه، يلا نرش السكر. فاكرين السكر يا سليم؟ فاكراه؟ بالمصفى كده وبنقعد نرص. قال لها يا تيتا ده شبه التلج. قال لها اه طبعا شكله حلو قوي 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 يا ايتم. بعدين ممكن بقى يا تيتا ناكله وندوقه لقرايبنا. قالت له طيب يلا. وجي جري ادم قالوا ايه؟ دوقوا الكحك عندنا، تعالوا شوفوا. واكيد ما نسيناش طنط ليلى جارتنا اللي سلفتنا السكر، طلعنا لها طبق وقلنا لها ايه؟ كل سنه وحضرتك طيبه، صح؟ وهي قالت ايه؟ تسلم ايديكوا. توته خس الحدوته حلوه ولا بلتوته؟ حلوه. طب ما تسقفوا لي يعني. قولي لي بقى، كنت بتكلميني في الكواليس على القعده دي، شبه القعده اللي كانت بتحصل لك وانتي صغيره؟ طبعا، ودي من احسن الحاجات اللي طبعاً. خلتني، او من اكتر الحاجات اللي خلتني بعد كده ان انا احب قوي ان انا اعمل الكحك عشان اكمل العاده دي وان هي تبقى موجوده. مظبوط. فبقيت انا ومامتي بنقعد برضو بنعمل الكحك، وتيتا والاحفاد بيكونوا أيوة. موجودين وكله بيكون موجود، وبننقش بقى الكحك أيوة. وبنجهزه وبنعمله. خلينا بقى نتكلم على المنقاش شويه. منقاش ده فرعوني. كنت قلتي لي حاجه زي كده. المنقاش ده فرعوني من ايام المصريين القدماء. كانوا بيعملوا ايه بقى؟ كانوا بيعملوا المنقاش ده على شكل شمس. اوكي. بصي يعني بيتعمل كده شكل الشمس. دي اشعه الشمس. انا بحب بصراحه الكحك يبقى صغنن، بحب شكله يبقى صغير. بصي شبه اشعه الشمس. أيوة. فهمتي؟ مظبوط. انا بحاول ارص معاكي كده نشتغل على طول. انا رصيت الاول وقلت بعد كده ننقش عشان نعمله مع بعض. ايوه صح. خلي بقى ما اكلمك شويه عن اللغه العاميه لما كنت بقول لك اللغه العاميه. خليني اقول لك شويه كلمات من اللغه العاميه اللي احنا بنتكلمها لغايه دلوقتي. خلاص دي بتاعتنا خالص. دي اللغه القبطيه القديمه. شبشب. تاتا. تاتا؟ بتاعت البيبيهات؟ تاتا خطي العتبه. دي بتاعتنا. العتبه اللي هي القتبه دي اللي هو الستيب. الستيب بتاعت وتاتا يعني خطوه. وننهو. ننهو يعني كفي يا طفلي كفي، اللي هو اهدى. ننهو. ايه تاني؟ كان يوماني. كان يوماني. شاطره. أيوة. شبشب. زقطت دي يعني فرحان. دي كل الكلام ده لغه عاميه. وفي حاجات فرعوني. ما هو ده الفرعوني. ليها ده فرعوني. هو ده. ما هو ده. أوكي. الهيروغليفي بيتكتب على الجدران، ده اللي بيتكتب. لكن اللي بيتكلموه القبطي او الديموتيقي اللي طلعت منه اللغه القبطيه القديمه. بس. أوكي. وبدانا بقى نتكلم، فالكلام بتاعنا مليان. انا عماله بحاول افتكر لك. احنا هنحتاج بقى منقاش ولا بصامه؟ خلينا بقى نعمل ايه؟ نعمل نص منقاش ونص بصامه. ايه رايك؟ اوكي. على بال ما اراقب اللي بيحصل هناك ده، عشان اللي بيحصل هناك ده صعب قوي. في غريبايه شكلها ايه اللي انت عملته ده؟ دي وحشه قوي دي. وحشه يعني. هنبقى نصلح. بس يعني الى حد كبير هم ماشيين صح. هنبقى هم البنات الكبار يا حبايبي، برافو عليهم. احجام حلوه ومظبوطه. لكن ده وانتي كويسه والله. احنا كده عملنا بالبصامه. عملنا شويه بالبصامه، اعمل لك انا شويه. وفي حاجه بقى ان احنا بعد ما بنعمل بالبصامه او بالمنقاش ساعات كده بيبقى فيه ارتفاعات او كده عادي جدا نقوم منزلينها تاني. دي تركه حلوه دي، علشان يعني هي مش بتبقى شققت، هي بتبقى من البصامه بس. اوكي. صغننين خالص كده. بيعملوا ايه بقى كمان ستات البيوت زمان؟ كانوا يعملوا اللي بالمنقاش مثلا
اللي هو الساده والبصامه اللي عشان محشي، يعلموه. يعني يعملوا عجميه مثلا ويحشوه، فاللي يبقى محشي اللي هو عليه البصامه، واللي يبقى ساده اللي عليه المنقاش، صح؟ بس انا بحب الساده على طول، فبيفرقش معايا بقى من اي حاجه. انا بصراحه برضو بحب الساده، بشتغل بيه. اه بس بيطلب مني في اوقات كتير من بيطلب عيلتي مني. يعني. اوكي بيطلب مني. انا شبه متخصصه في العيله يعني. لا هو واضح، هو باين، بسم الله ما شاء الله، هو باين، هو باين. انتوا خلصتوا؟ والله انتوا شطار، والله انتوا شطار. قولي لي بقى، فاكره لما كنتي بتقولي لي ان جدتك كانت بتقعد ما كانتش مصدقه في الاول؟ كان في حاجه كده حكيتيها لي. ايوه، اول ما عملتي الكحك. اول مره عملت فيها كحك خفت ها. ان انا اقول لها او أوكي. اكلمها عشان ها. اطلب منها الريسيبي او حاجه. انتي خفتي؟ خفت علشان كانت هتتابعني بقى، ها ولو طلع وحش هعمل ايه. يا لولو. فقررت ان انا هعتمد على نفسي بجد؟ وعلى مامتي ها. لحد كبير. كلمتها سالتها ها اجيب الحاجات منين أوكي. واجهزها ازاي وكده. ها. حاجه مثلا زي ريحه الكحك. اوكي، آه عايزاكي تعملي الموضوع ده بس ما تخلصي. ها عرفت ان انا اعمل، وقلت ان انا هجرب كميه بسيطه كده عندي في البيت ولو حلوه خلاص هعرف انا بقى، هعرف جدتي. شاطره ولو مش حلوه مش هجيب سيره لحد. شاطره. على فكره انت قلتي لي حاجه انا لازم تقوليها للناس. انا واحده من الناس ايام ما كنت عايشه بره كنت بروح عند العطار اجيب ريحه الكحك واجري جري احطها في الفريزر عشان عشان بتجيبيها من مصر. بجيبها من مصر بتجيبيها معايا من مصر. وخايفه ان الريحه تروح. قلتي لي ان انت توصلتي لطريقه عمايلها بالظبط في البيت. علشان تكون سهله لاي أوكي. حد. قرنفل، قرنفل مطحون. قرنفل مطحون، قرنفل مطحون. قرنفل مطحون، حبهان مطحون، قرفه. قرنفل مطحون، حبهان مطحون، وقرفه، كل دول مطحونين. بالظبط. اهم حاجه الحبهان. اهم حاجه الحبهان. بالظبط. كبيبه صيني. كبيبه صيني. بس ما بنحطش منها كميه لان هي بتضغي يعني ريحتها فواحه نفاذة جدا، فعلا. نفاذه جدا. ولازم لما نحط اديهم. كميه صغيره قوي منها. اوكي، لما اديهم خدوا زودوا. خط الانتاج سرع أنا فقلت فاشتغلوا بسرعه قوي، خلصوا واحده وبيعملوا في الهوا دلوقتي، بيحطوا أيوة. في الهوا. ها بس بنجهزهم. اوكي. بعد ما لو احنا هنطحنهم في البيت نطحن كل حاجه لوحدها. معقوله مش كله مع بعضه يا لارا؟ لا هنخلط أوكي. وفي الاخر كله مع بعض. طب ممكن اعيد المكونات؟ اكيد. قرنفل، قرنفل، قرفة. حبهان. حبهان، كبيبه صيني. بالظبط. المقادير بقى؟ رز الورد. زر الورد. زر الورد. طب معلش قولي لي مقدار ايه يعني؟ كلهم قد بعض؟ معلقه 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 ما عدا الكبيبه الصيني. ربع؟ اقل من ربع كمان. كده احنا بنتكلم في مقادير الكيلو، صح كده؟ بالظبط. يعني انا مقادير لا الكيلو دي مقادير كميه تبقى معانا، ناخد منها بعد ما نحطهم على بعض. ناخد منها معلقه صغيره لكل كيلو. لكل كيلو. طب حلو قوي. يبقى احنا بنتكلم في معلقه قرنفل، معلقه حبهان، معلقه زر الورد، صح؟ أيوة. وربع معلقه كبيبه صيني. دول هيعمل لنا ومعلقه قرفه. بالظبط. ده هيعمل لنا برطمان صغير. ناخد منه معلقه صغيره لكل كيلو، يعني لو هعمل 3 كيلو يبقى 3 معالق صغيرين، صح بالظبط. كده؟ عايزين بقى نشيل الكميه دي تكون في برطمان معقم مظبوط، ما فيهوش ميه ولا اي حاجه ولا هوا خالص، ولا أي حاجة. ويتقفل ونستخدمه وقت ما نكون عايزين. بس دي كميه تفضل معانا على طول. بس نحطها في الثلاجه، صح؟ نحطها في الثلاجه التلاجة وبعد لازم. ما نخلطهم لازم نصفيهم كويس على مصفى او منخلهم كده. المنخل هينزل باودر اكتر. بس أوكي. احنا محتاجين الحبوب الكبيره شويه. أوكي. فهي في مصفى كده، مصفى كده نعملها ماشي. ونشتغل بيها. ماشي خلاص. بس. ده سبق. ده سبق ده سبق. عشان اي حد في اي حته حابب ان هو يعمل كحك والاجواء بتاعه الكحك هيتبسط بيها قوي. ولازم يجمع كل حاجة الناس ويشتغلوا تكون جاهزة. صح بالظبط. كده، صح كده.